أهلا بكم في الملكي مع مينا. مبروك فوز الزمالك على المصري. دفعة مهمة جدا في طريق الكونفدرالية، البطولة اللي برضه أنا بقول إن هي مش أهم من الدوري الممتاز، ولكن الفوز بيجيب فوز والمكسب بيجيب مكسب، والاستقرار في النتائج والنتائج الإيجابية بتجيب بعضها. الحمد لله، طبعا فوز مهم جدا. الماتش اللي جاي هنلعب مع زيسكو، الفريق اللي أكيد خرج خلاص من البطولة وملوش أي فرصة ينافس عليها، بس هيلعب على أرضه. سلاح ذو حدين، هو مش هيبقى يعني هدفه أو إن هو يفوز، ولكن هيبقى متحرر من الضغوطات، فبرضه ممكن يطلع ماتش كويس. الزمالك إذا قدر يفوز على زيسكو هناك هيبقى ضمن بتسعة وتسعين في المية إنه صعد ومتصدرا للمجموعة. في حال ما إذا تعادل هنستنى نبص على نتيجة المصري وكايزر تشيفز، واللي هما الاتنين حاليا موقفهم بقى صعب، يعني غالبا واحد منهم هو اللي هيطلع مع الزمالك. اذا المصري قدر يكسب والزمالك قدر يكسب، خلاص هتبقى تقريبا المصري والزمالك للدور القادم. اللي عجبني النهارده طبعا ادم كايد، مستواه ثابت جدا في منطقه وسط الملعب. يمكن الكره مش مدياه، الماتش اللي فات عمل كره حلوه جدا، ركله العقرب كده لو كانت دخلت جون كانت بهدف ينافس على بوشكاش. النهارده كمان عجبني في الكرة اللي راح ووصل جوه منطقة الجزاء وعدى من مدافع وعمل الكرة تشيب من فوق الجون، ولكن الكرة برضو ما خدمتوش وجت في العارضة. اللاعب المجتهد واللي بيطلع كل اللي عنده، حتى لو الكرة وقفت معاه مرة واتنين هتطوعه بعد كده يعني. فادم كايد ماشي في الاتجاه الصحيح، واللاعب ده احنا كنا مفتقدينه بصراحه في موضوع وسط الملعب. يعني يمكن ناصر ماهر لما راح بيراميدز احنا كزملكاويه زعلنا، ناصر لاعب مهاري، ولكن كان لما بينزل في قلب الملعب بنضطر نلعب ادم كايد على طرف، وادم بصراحه مميز اكتر في منطقه وسط الملعب. عدي الدباغ كمان ابتدى تبان جودة اللاعب وتبان اللياقة البدنية الكويسة. عدي الماتش اللي فات كان هو نجم اللقاء، والنهارده أعتقد كان من أحد نجوم اللقاء، لعب اللقاء كامل، كانش عنده مشكلة في البدني. غير مركزه من مركز المهاجم الصريح لمركز الجناح اليمين لما تم تبديل خوان بيزيرا وتم الدفع بناصر منسي. طبعا يعني مش لازم نغفل مجهود الكابتن معتمد جمال، اللي الراجل بيشتغل في أضيق الحدود، واللي لو طلع وتعادل النهارده او خسر النهارده كان هيتكلم عن الصعوبات اللي بتواجه نادي الزمالك والكلام ده. ولكن الحمد لله هو بيتصرف خلال الماتشين ثلاثة اللي فاتوا بشكل شبه مثالي. النهارده تلعب فريق نادي المصري، فريق قوي. دفع بخوان بزيرة في اول اللقاء مع وجود مهاجم صريح زي عدي الدباغ يقدر يكسر الاثنين المدافعين، مع وجود خوان بيزيرا يقدر يعمل دريبل، مع وجود شيكوبانزا ممكن يعمل انطلاقات سريعة، وفعلا في واحدة منها قدر يحصل على ضربة جزاء. التوليفة دي في بداية اللقاء كانت مهمة أكتر من إن أنا هاجم بشكل قوي قوي على النادي المصري، ولكن نتيجة الواحد واحد كانت تخلي الزمالك في المركز الثالث. ف وكمان طبعا البدني بتاع بزيرة دايما بينزل من بعد الدقيقة 70 تقريبا، فتبديلته والدفع بناصر منسي وانك تدي تعليمات ان عضي الدباغ يبقى في مركز الجناح اليمين وبشويه واجبات دفاعيه مش بالقوه الكبيره، ولكن كان برضه بصراحه بيقدر يرجع ويدافع بشكل كويس جدا. الاستفاده من طول عضي الدباغ مع وجود مهاجم هداف وفراك زي ناصر منسي، كان لابد من المخاطره المحسوبه دي في ان الزمالك يبتدي يحط لعيبه رجليها احسن حتى من خوان بزيرة على الجون عشان تقدر تكسب اللقاء. لان الفوز النهارده طبعا الزمالك تصدر المجموعه، كمان سهل جدا مهمه نادي الزمالك في الوصول للدور القادم. يعني خلينا نقول ان الزمالك لو بس كسب كايزر تشيفز في القاهره، بغض النظر عن لقاء زيسكو اللي هنروح نلعب فيه بره ارضنا، وبغض النظر عن الماتشين بتوع النادي المصري سواء قدام كايزر تشيفز في بره ارضه او جوه مع زيسكو، مش هتفرق. يعني اعتقد الزمالك في حال ما اذا فاز على
كايزر تشيفز في اللقاء السادس اللي هو جوه مصر، برضو الزمالك هيصعد، وفي احتماليه كمان ان الزمالك يصعد اول. فاعتقد ان الزمالك شبه حسم موقفه بنسبه 70 80%، وابتدت ان المصري وكايزر تشيفز هم اللي يحسبوا ازاي يصعدوا، مش العكس. يعني التعادل النهارده كان هيحط الزمالك في حسبة بيرما، يمكن من المرات القليله اللي الزمالك سهلها على نفسه يعني. فالحمد لله ان الزمالك قدر يفوز النهارده. الاهم من الكونفدراليه زي ما بقول وهقول دايما هو الدوري. عندنا لقاء قدام فرقه في النص الثاني من الجدول، على الورق فرقه مش قويه، ولكن نظرا لان الزمالك عنده غيابات كتيره من ناحيه الاصابات، او من ناحيه اللعيبه اللي فسخت تعاقدها، او من ناحيه اللعيبه اللي مش جاهزه، فالفوارق مش كبيره قوي. ولكن يعني بقوه دفع الجماهير وبتوفيق من عند الله نتمنى ان احنا الزمالك يقدر يفوز في لقاء كهرباء اسماعيليه، لانه ارجع واقول هو حتى اهم بالنسبه لي من لقاء زيسكو اللي هنروح نلعبه بره ارضنا. اتمنى كابتن معتمد جمال يقدر يعالج مشكله الاصابات الكتيره، يحاول يطلع لنا لعيبه من قطاع الناشئين بشكل كويس. يعني اتمنى الخير طبعا للعيبه الموجوده، وكل واحد يقدر يجيب اعلى مستوى عنده، لان الموضوع ده هيساعد بشكل كبير جدا. احمد شريف بينزل، مش بحس ببصمه كبيره ليه، نفسي اللاعب ده يتطور بشكل كويس جدا، لان احمد شريف من يعني من الاجنحه الهدافه اللي لو جاب مستواه هيقدر يساعد الزمالك جدا في ان يبقى عندنا طرف يقدر يضم ويشوط من جوه منطقه الجزاء، وهيبقى في تنوع. عندك واحد سريع زي شيكو بامزا، بس مشكلته مش بيعرف يتصرف في الكوره بشكل كويس. ففي بعض الفترات هتبقى محتاج انك تنزل لاعب بيعرف يتصرف بالكوره بشكل كويس، حتى لو ما عندوش السرعه الكبيره، بس رجليه احسن على المرمى، هداف اكتر. زي التنوع اللي حاصل في الجبهه اليمين. عندنا اخوان بزيرة راجل بيرقص اي حد، ولكن شويه الفينشنج بتاعه يعني خلينا نقول الفعاليه الهجوميه مش بالقوه الكبيره بتاعه عدي الدباغ. فانت عندك يعني تقدر تنوع في طريقه اللعب بناء على اللعيبه اللي عندك. ان شاء الله القادم افضل لنادي الزمالك، والف مبروك ودمتم مبروك.